فريندس طارق وأميرة في أمريكا، الكينج طارق. دي صفحات للبلوجرز طارق وأميرة اللي بيزوروا مصر دلوقتي. بصراحة دول من أفضل البلوجرز اللي بحب أتابعهم. ليه؟ لأن فيديوهاتهم كوميدية وفيديوهاتهم جميلة جدا وبتدينا طاقة إيجابية. أميرة بتعجبني بأسلوبها العفوائي وتلقائيتها في الكلام، بغض النظر طبعا عن التصرفات اللي بتعملها مجننة بيها طارق. لكن ما فعلا أنا ما بكون متضايقة وبحب أتفرج على فيديوهات تغير مودي وتضحكني، بدور على الفيديوهات بتاعتكم وبتفرج عليها، لأن أنا فعلا بموت في الفيديوهات بتاعتكم ديت. وخصوصا الفيديوهات اللي أميرة فيها بتحاول تنطق اللغة الإنجليزية لكن بتنطقها بالغلط، وطارق بيقعد يصلح لها النطق. وكمان بالفيديوهات اللي بيحاولوا فيها يعلموا ولادهم اللغة العربية والولاد بيتكلموا عربي مكسر. عجبني جدا عمر وهو بيشتري الفلافل وبيقول للراجل يا معلم بدل المعلم. بصراحة فيديوهات أميرة وطارق فيديوهات محترمة ومش مبتذلة وما بتختش الحياء العام ده. ليه؟ لأنهم عيلة محترمة ومتدينة. يعني أنا لاحظت يعني في بعض الفيديوهات لما بتيجي الكاميرا على ست والدة طارق بيقول لها حطي إشارب على شعرك يا أمي، ونفس الكلام برضو بيقولوا لأميرة. وعلى فكرة طارق وأميرة عايشين في أمريكا وبيبثوا الصفحات بتاعتهم من أمريكا، ولكن ليهم شعبية جامدة في مصر وفي جميع الدول العربية وكمان في أمريكا. ده ليه؟ لأن طارق وأميرة يدخلوا القلب بدون استئذان وتحس إن أنت قاعد معاهم في نفس البيت وإنهم دول عيلتك، والواحد بيبقى مستني فيديوهاتهم عايز يعرف ايه اللي هيتم، ايه اللي هيحصل في الموقف اللي أميرة بتعمله في طارق. أميرة وطارق حاليا في زيارة لمصر وبيتم استضافتهم في البرامج التلفزيونية. وفي إحدى البرامج التلفزيونية المذيعة وجهت سؤال لأميرة وسألتها ازاي جات لكم فكرة أول فيديو وازاي انتوا اشتهرتوا قوي كده. أميرة ردت عليها وقالت لها الفكرة جت بشكل تلقائي بالصدفة، وقالت لها إنها كانت طالعة لايف مع حد في جروب خاص على الفيسبوك، لأنها كانت بتتسلى ولأنها زهقت من الكلام بالإنجليزي، فكانت عايزة حد تتكلم معاه بالعربي، فعجبتها الفكرة فكانت بتعمل لايفات. وكان في بنات كتير بتستنى اللايف بتاعها رغم ان اللايف بتاعها كان بيقعد بالساعات، فلقت ان في ناس كتير بيتابعوها والموضوع ده قعد بالشهور ولقت ليها شعبية كبيرة ومتابعين كتير. أميرة قالت إنها لما لقت اللايفات بتاعتها ليها شعبية وإن البنات بيتابعوها بشكل كبير قررت إن هي تعمل صفحة على الفيسبوك، وبالفعل عملت الصفحة وبدأت تبث من خلالها الفيديوهات بتاعتهم. أميرة بتقول إن في يوم من الأيام كنت خارجة أنا وطارق علشان نسهر، والمفروض إن هي تطلع تلبس فستان سواريه علشان الخروجة. بتقول غيرت رأيي ولبست بدلة بابا نويل ونزلت عشان أعمل مفاجأة لطارق وعملت لايف ببدلة بابا نويل. واللايف لما اتشير الناس كتير شافوه. أنا طلعت نمت صحيت لقيت نسبة مشاهدة عالية جدا للفيديو دوت، نسبة 1,000,000 مشاهدة في أقل من 24 ساعة. أميرة بتقول من هنا بدأت شهرتهم على السوشيال ميديا. وقالت أميرة إن الناس كانوا بيتابعوها وبينتظروا فيديوهاتها بشكل كبير، وأنا واحدة من الناس دي يا أميرة. أنا بتابعكم من حوالي 3 سنين تقريبا من أيام كورونا. شفتوا يا سادة بقى
ان الست المصرية طول عمرها دمها خفيف ومش نكدية زي ما البعض بيدعي. اكبر مثل على ذلك شخصية أميرة. أميرة دي ست ذكية، بدل ما تبقى هي المثل للست اللي متضايقة ومنكدة على جوزها حياته بسبب انها بعيد عن اهلها في الغربة وبعيد عن بلدها، فكرت ولقت فكرة انها تتواصل مع اهلها واصحابها في مصر عشان تحس ان هي في مصر من خلال السوشيال ميديا. هي الاول كانت بتقول انها بتتسلى، لكن الموضوع التسلية دوت نقلها في حتة تانية خالص. أميرة وطارق انتوا بجد ثنائي رائع ومثل جميل للعيلة العربية. ربنا يوفقكم.